السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. مسك الختام. انا يعني بعمل الفيديو مقاربة من الساعة 12 بالليل علشان الشارع يبقى هادي عشان اعرف اتكلم معاكم، وبرضو الشارع مش هادي. الاول كل سنة وانتم طيبين. اول يوم رجب. ربنا يا رب يكرمنا في الشهر دوت وفعلا ما نضيعهوش. مش عايزه حد يضيع منه شهر رجب. الاول كل اللي هيتفرج معايا على الفيديو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، لغايه اما نخلص الفيديو. يعني من اول ما ابتديناه لغايه اما نخلصوه صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر الرجب انا عامله لكم فيه عروض وخصومات رهيبه رهيبه بجد. يعني حاجه كده بجد، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. يعني هتفرحكم جدا عشان من باب ادخال السرور على مسلم. ولو حد يعرف اي عروسه يتيمه بتتشور يديها الواتساب بتاعي، لان هيبقى ليها دعم ان شاء الله باذن الله خلال ال3 شهور الجايين، رجب وشعبان ورمضان. او لو والدتها ووالدها مطلقات، يعني مامتها منفصله، برضو هيبقى ليها دعم. انا مخفضه الاضاءه علشان تشوفوا الحاجه ما تبقاش النور ضارب في الحاجه. تمام يا رب، بس يكون الحاجه واضحه وجميله. في خصومات رهيبه على المفارش، اذا كان سفره، اذا كان انتريه، اي حاجه هتحتاجيها عليها خصومات وحاجات جميله جدا جدا. تحوشي بقى علشان رمضان، عشان احنا قلنا ان احنا في رمضان مش هنجيب حاجه. رمضان مفيش واحده تاخد من مرتب زوجها او مرتبها وتروح تجيب عيد، وتروح تجيب فرشه للعيد، وتروح تجيب لبس للعيد. لا، اي فلوس هتجيلك في رمضان صدقات. صدقات يا جماعه، صدقات لغزة، لجيرانك، لجارة عندك بتتزوج، لجارة عندك معصرة، لجارة عندك عندها ثانوية عامة، لجارة عندك مش عارفة تدفع فلوس الكلية، لجارة عندك ابنها مش لازم تكون بنتها، عشان احنا تملي نساعدوا البنات اللي بيتشوروا وبننسوا الشباب برضو محتاجين. تعالي انتي مثلا واخواتك او انتي وقرايبك، اعملي كده جروب على الواتس ولموا من بعض وهاتوا بوتاجاز لشاب يكون خاطب. مش هقولك تلاجة ومش هقولك الارخص حاجة، طب ايه؟ البوتاجاز. لموا وهاتوا بوتاجاز. مفيش حاجة اسمها عيد انا جايبة العيد وشايلاه من شعبان ومن رجب. العيد بتاع ولادي والوقفة والكلام الفارغ ده كله اللي مش هينفعنا. تمام، لازم افرح ولادي ولازم اجيب لولادي. تمام، انا معاكي. عندك شهر رجب وشهر شعبان، خلصي فيه كل ده. هاتي هدوم الوقفه وهاتي هدوم العيد وشيليها، وهاتي الشوزات، وهاتي الفرش اللي هتفرشيه في البيت وكل حاجه. رمضان يا جماعه خصصوا للخير. قبضك اللي هتقبضيه في رمضان اعملي بيه حاجه خير. كنت هتاخدي من جوزك في رمضان عشان تجيبي عيد؟ لا، هات حبيبي، كنت هتديني ايه للعيد؟ بص، انا عامله انا واخواتي جروب كده، هنكمله ونجيبه بوتاجاز لفلان، او هنكمله ونجيب طقم ملايه لفلانه، او المهم تبقى في حاجه خير. تمام. في صدقات حلوه قوي عامل الشيخ حازم شومان وعلاء حامد والمشايخ دي، عاملين صدقات جميله جدا. ده لو انت بقى ايه بقى في عيله ما فيهاش فقراء. يعني انا بتكلم في ناس يقولوا لي اصل احنا مش لاقيين حد ندوله. لا، روحي للمشايخ والمشايخ هتوجهك تعملي ايه. تمام. دوري على جيرانك، اعملي افطار. هاتي وراك 10 وراك ولا حاجه، وهاتي مكرونه واعملي مكرونه ووراك ووزعي. شوفي ناس يكونوا شغالين في اي مكان وقولوا لهم بكره افطاركم عندي. محل فاتح تحت بيتك في مثلا 3 شباب او كده، بتفطروا فين يا شباب؟ احنا بنفطروا هنا. طب بكره افطاركم عندي، هنزل لكم انا بكره الفطار. اي فطار بقى، ما تشقيش على نفسك. تمام، وركي فرخه كده مع حبه بطاطس محمره مع مكرونه، الله جميل. واعملي عصير حلو كده ونزلي لهم وازازه ميه ساقعه، وبعد ما يفطروا اعملوا لهم برضو دور شاي حلو كده.
جميل جدا. بصي تفنني بقى، تفنني في الخير واكتبي في ورقه عشان ما تنسيش. انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهفطر كذا. تفنني. الناس اللي بيجوا يلموا الزباله الصبح، اصحي لهم الصبح في البدري، ادي لكل واحد كيسه فيها اي حاجه، فيها كيسين مكرونه، فيها كيس سكر. كيس السكر على فكره بقى من الحاجات اللي بتتمنى كل اسره ان حد يديها كيس سكر او ازازه زيت. طب اصلك انا مش عارفه اعمل اللي هي كيسه رمضان. كيسه رمضان دي حبيبتي انت ممكن تعمليها كيس سكر وازازه زيت، كيس رز وازازه زيت. يا ستي اعمليها كيس سكر بس، اعمليها زيت، ازازه زيت بس، ماشي. ما تتخيليش ان انت شنطه رمضان دي لازم تمليها من ما كل ما لذ وطاب، لا، على قدك، على قدك خالص. وانزل للناس اللي بتلم الزباله الصبح، دول اللي بيجوا الساعه 7 الصبح او الساعه 6 الصبح، واكون محضره وادي. الهدوم كلها اللي عندنا ما بنلبسوهاش تتغسل غسله حلوه، لو فيها قطعه امسكها خيطها واجهزها كده في اكياس حلوه، وانزل اوزع الهدوم. الكوتشيات تتغسل وتتظبط وتتوزع. الشوزات تتلمع تلميعه حلوه، مش عارفه تلمعها تلميعه حلوه، ممكن تروحي تلمعيها عند الناس اللي بتصلح الشوزات، بياخد 10 15 جنيه دي يرجع لك الشوز جديد. وكيس واطلع لله. شوفي بقى ايه بقى، يعني شوفي ايه اللي ممكن تطلعي لله. والله العظيم اعرف اخت بتحوش البلاستيكات وتحطها في كيسه لوحدها، ما بتحطهاش من ضمن الزباله، وتحطها في كيسه لوحدها، ولما بتيجي ترميها في الزباله بتعمل نيه ان اللي هياخدها الناس اللي هم مش عارفه يقولوا عليهم النباشين ولا ايه، اللي هم بيلموا البلاستيكات من الزباله، فاتحين بيوتهم من كده، من البلاستيكات اللي بيلموها من الزباله. تعمل بنيه ان ديت انا مطلعاها للناس اللي هي بتاخد من الزباله بلاستيكات، وبتحطها في كيسه لوحدها، مش مع الزباله ومش مع ازاز مكسور ومش مع التراب المكنوس، علشان يبقى بسهوله ان هو ياخدها ويلاقيها. حاجات كتير، ابواب خير كتير 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 كتير. يعني مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. مش هتاخدي فيها يعني مش هتاخد منك فلوس ولا ماديات. امسكي الدولاب ولا الدرج اللي مليان ادويه وطلعي الادويه. وفي بعض الصيدليات بيبقوا عاملين صندوق فيه، هنا صيدليه احمد كمال، لو يعني من الناس اللي ساكنه هنا في السيوف، في صيدليه هنا اسمها احمد كمال بتاخد منك الادويه اللي عندك مش عايزاها، وعامله حاجه اسمها صندوق حاجات بتطلع لله. ايه تاني؟ عندك سجاده مش عايزاها، امسكيها اغسليها غسله حلوه قوي واديها لواحده فقيره هتفرشها في العيد. انت جبتي سجاد جديد ولا جبتي بديل سجاد جديد، طلعي يا حبيبتي اللي عندك لله. هو مش مولد يبقى فوق الدولاب سجاد ومفروش على الارض سجاد وتحت السرير سجاد. طلعي يا حبيبتي، طلعي الحاجات القديمه عندك جديده للفقير. يعني انت متخيله ان الحاجه دي ايه؟ دي قديمه؟ لا، دي في عرضها الفقير. في ناس بيبقى البلاط بيطلع تلج عليهم ومش لاقيين يفرشوا. ان شاء الله لو حته صغيره قد كده امسكي اغسلي وربطيها ربطه حلوه، وطلعي الملايات القديمه اللي مش بتحطيها على السرير. مش لازم يبقى عندك 12 ملايه. 12 ملايه ليه؟ هم 4 اطقم تكون انت بتحبيهم، والباقي يطلع لله. اوزع 2 في 2 في 2 كده للناس. الداده اللي بتيجي تاخد ابني من الحضانه، البوابه اديها طقم سرير اغسله لها واكوه لها واديه لها. في ناس في عرض فوطه بيبقى ما عندهمش فوط، اغسلي حبيبتي الفوط بتاعتك وطبقيهم تطبيقه حلوه وطلعي لله للناس الفقيره. واحده شغاله داده، واحده شغاله فراشه، واحده. طلعوا يا جماعه، طلعوا. رصين مش عارفه كوم فوط كده، مش عارفه. واحده بتقول لي انا عندي مش عارفه كام و70 فوطه. ازاي يعني كام و70 فوطه؟ حاجه و70 فوطه ليه؟ حاجه و70 فوطه بتعملي بيهم ايه؟ مش فاهمه. ده لو محل مش هيبقى عنده حاجه و70 فوطه. فارقام غريبه وحاجات غريبه بنسمعوها، وبعد كده نقول احنا زهقانين، احنا عندنا كرب. الكرب ده من ايه؟ الكرب ده من اللي انت عاملاه في نفسك، واللي انت عاملاه في دواليبك، واللي عاملاه من تحت سريرك. طلعوا يا جماعه، طلعوا.
وفي ولد اسمه معاذ الدعاء ليه بظهر الغيب عشان عنده كانسر، والكانسر متفشي في جسمه، ووالده بعت على الجروبات طالب مننا ان احنا في الشهور المفترجه دي ندعوا له. هو اسمه معاذ، ادعوا له بظهر الغيب ان ربنا يشفيه، وربنا قادر على ان يحصل للولد ده معجزه، ووالده عنده حسن ظن بالله وبينا ان دعائنا هيستجاب، وان ابنه ربنا هيشفي عنه، لان ابنه متبهدل متعذب عذاب جامد جدا جدا جدا. اسالكم الدعاء، وكل سنه وانتم طيبين، وبحبكم في الله. اي حد عايز اي حاجه يكلمني على الواتساب عشان اقول له الاسعار واقول له الخصومات، ويا ريت نشير عشان ناخدوا الاجر عشان العرايس الايتام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.